أنا أنصح كل امرأة مسلمة نصيحة أتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى أن تتأمل في هذه الأمور الأربعة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تعمل جاهدة على مجانبتها والسلامة منها حتى تكون لها ماذا؟ نجاة وسلامة من النار. اجتمع من الروايات التي في الحديث في جواب النبي صلى الله عليه وسلم للنساء لما قلنا له بما يا رسول الله 4 أمور وكلها ثابتة. الأمر الأول قال تكفرن العشير، والمراد بالعشير الزوج، وجاء في بعض الأحاديث توضيح لذلك أنه يحسن إليها الدهر، فإذا أخطأ أو قصر مرة قالت ما رأيت منك خيرا قط. تضعف المرأة عندما تكون لها حاجة ملحة لأمر معين تريد أن يوجد في بيتها فيأبى الزوج، وقد يكون يأبى لأن ما عنده قدرة. الله يقول لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، فيقول ما أستطيع، فتغضب وتنسى إحسانه السابق كله وتقول أنت بخيل وأنت ما تنفق وأنت تقتر على ولدك وأنت إلى آخره. تكفرن العشير، هذه واحدة. الثانية تكثرن اللعن وهذا موجود عند عدد من النساء. المقصود باللعن سلاطة اللسان وعدم حفظه في غيبة وفي نميمة وفي سخرية واستهزاء وغير ذلك. ولهذا جاء في الأدب المفرد بسند ثابت من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له امرأة تقوم الليل وتصوم النهار وتنفق أموال طائلة في سبيل الله، ولكنها قالوا تؤذي جيرانها بلسانها، فقال عليه الصلاة والسلام هي من أهل النار، قوامة لليل صوامة للنهار وتنفق، قال هي من أهل النار السبب تؤذي جيرانها بلسانها، سليطة اللسان تتكلم في أعراض جيرانها ولا تبالي. ثم ذكروا له امرأة تصلي المكتوبة وتصوم رمضان، ما ذكروا نوافل، وتتصدق بأثوار يعني شيء قليل جدا ولا تؤذي أحدا، قال هي من أهل الجنة، قال هي من أهل الجنة. إذن هذه مسألة خطيرة، كثرة اللعن والسب والتسلط على الناس باللسان هذا أمر خطير مرة، خطير جدا على المرأة. الأمر الثاني تكثرن الشكات، في رواية الشكاية، تكثرن الشكات أو الشكاية، يعني دائما تتشكى وتتسخط ومن هذا القبيل، تكثرن الشكات. والأمر الثالث تسوفن الخير، الرابع تسوفن الخير، يعني أعمال الخير أعمال البر تؤجل وهكذا تؤخر، تسوفن الخير. هذه أمور 4 اجتمعت من روايات هذا الحديث وكلها ثابتة. نعم.